أخيرا صحيتي. تعالي نلعب تحت. مش عايزة ألعب تحت. لا، مش عايزة ألعب تحت. ليه؟ عشان تحت في سكينة. عشان تحت في سكينة ورصاص. عشان تحت في سكينة ورصاص. انت كدابة. بنتك لازم تاخد بالك منها شويه يا جلال، اكتر من كده. ليه مالها؟ ما هي كويسة وزي الفل. ما هي زي الفل وكل حاجه، محدش قال حاجه، بس لازم تعرف ان بنتك مختلفه. مختلفة؟ ايوه يا جلال، روحها مختلفه. ان العيال دي بتبقى مطلوبه حتى لما تكبر، لان اختلافهم ده بيخليهم يحسوا بعالم تاني غير عالمنا، ويقدروا يشوفوه كمان، وبنتك منهم. انا بقول لك الكلام ده عشان تحوط عليها وتحطها في عينيك، لحسن حد يستغلها. طب اقول لك على حاجه، بنتك قالت لك على حاجه شافتها في المستقبل قبل كده وحصلت؟ ها؟ يبقى حصل يا جلال. عشان تحت في سكينة ورصاص. مش قلتلك ان انت كدابة؟ انا اتاخرت ولازم استاذن، بعد اذنك. سلام. شرفتوا النور. الله، انت عاملة محشي ورق عنب؟ يا حبيبتي انت بتحبيه عملهولك. يا ماما، يا ماما، يا ماما، يا ماما، يا ماما، اتلسعت. هجيب لك تلج، هجيب لك تلج. يا ماما، خدي يا حبيبتي خدي. مش تاخدي بالك يا لارا، عيني يا مش تاخدي ماما. بالك، معلش هجيب لك مرهم حالا. ماشي ماشي.
عشان تحت في سكينة ورصاص. بنتي اتخطفت منك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا محمود، وفي اليوم اللي شفتك وعرفتك فيه. ممكن تفصلي شوية علشان أعرف أتكلم معاكي وأقول لك الكلمتين اللي أنا عايزهم؟ أنا عايز أبعت لك ابنك عندك يقعد عندك كام يوم كده لحد ما أتصرف وأدور على البنت عشان أعرف أتحرك براحتي. ما انت عارف ان انا مش في مصر، هتبعتهولي ازاي؟ وهيعمل ايه اصلا هنا؟ ويقعد مطرح ما يقعد، إن شاء الله حتى يقعد في أوضة النوم اللي أنت قاعدة فيها ما يخرجش منها. لا يا محمود، قعدوا بقى عند اي حد من اخواتك، لان انا اصلا هرجع ادور على بنتي. عنادية ما بتفكرش غير اللي في دماغها وبس. أنا عايز أدور معاك على راضي. يا أخي توكس اتنيل، إذا كنت أنت مش قادر إنك تحافظ على نفسك، حتى أختك كانت معاك حافظت عليها. بقول لك إيه، أنت لازم تطلع الرحلة دي. بس أنا مش عايز أطلع الرحلة. ما هو أنت لو بني آدم عدل كنت خدتك عند أخ من إخواتي، لكن دايما كل ما تروح هناك بتعمل مشاكل ومصايب، مفيش فايدة فيك، محدش بيطيقك يوم. بس المدرسة بتاخد ناس معينة وأنا مش هينفع أطلع معاهم. طب قعدني معاك بس هنا وأوعدك مش هتحس بيا خالص. أوعدك. لا، أنت لازم تطلع الرحلة. أنا هكلم المديرة بتاعتك وهجبرها إن أنت تطلع الرحلة دي. ولا امشي ياض من قدامي، أنا كل ما بشوف خلقتك بفتكر أمك. امشي يالا، امشي يالا. والله كانت هنا. رغد، بقول لك إيه، أنا عاوز أنام. ممكن تسيبيني أروح أنام؟ ما الأوضة فاضية أهو، مفيش حد زي ما قلتلك. والله كانت هنا، وكانت ماسكة دراعي ورجلي ومسكت لساني كمان، ولا كنت عارفة اتحرك ولا اصرخ. ياه، كل ده حصل؟ ده الموضوع وسع منك قوي. صدقني يا عاصي انا مش بكذب عليك. مصدقك يا رغد. ممكن تسيبيني بقى اروح انام؟ طب ممكن انام معاك؟ ما بعرفش انام وفي حد جنبي. بس انا خايفة. ما تخافيش يا رغد، ما الأوضة فاضية اهي زي الفل. بصي، أنا هسيب لك نور الأوضة مفتوح وهروح أنام، وأنت نامي وما تخافيش. يلا نامي، ما تخافيش. هسيب لك نور الأوضة شغال، ها؟ سيب الباب مفتوح. حاضر. يا ترى رحتي فين بس يا رغد؟ انا قلبي مش مطمن خالص للرحله دي. بعدين اسفرهم ازاي واحنا اصلا لسه ما نعرفش ايه اللي حصل للبنت اللي اختفت؟ يكون ايه اللي حصل لها يعني يا حبيبتي؟ هتلاقيها زي ما بيقولوا يعني كانت رايحه لمامتها وتاهت. كلها كام يوم وهيلاقوها ونخلص. لا لا، قلبي مش مطمن. ايه يا حبيبتي، في ايه بس؟ حبيبتي احنا لسه متجوزين، ما كملناش شهرين على بعض. وبعدين احنا ما عملناش شهر عسل. اقول لك على حاجه، دي فرصه وجت لحد عندنا. احنا نصفرهم، نشم نفسنا بقى شويه. عايزين ننبسط مع بعض كام يوم. انا مش عايزة اروح. ليه؟ ده انت كنت عاوز تروحي قوي. ما البنت اللي بتخاف ممكن تروح معايا. يا سلام، بتسافر حضرتك؟ ايه يا ولاد، عندي ليكم مفاجاه حلوه قوي. انا وانكل توفيق اتفقنا ان انتوا خلاص تطلعوا الرحله وتغيروا جو. بس انا مش عايزة اروح، انا عاوزة افضل هنا معاكم عشان البنت اللي بتخوف. بنت مين دي يا حبيبتي؟ هي مش قصدها. بس انت تقصدي ايه يا ليان؟ ليان، انا مش قلتي 100 مره ما تتكلميش في الموضوع ده تاني؟ موضوع ايه يا دعاء؟ في ايه؟ ممكن افهم؟ فهمك كل حاجه بعدين. المهم احنا خلاص اتفقنا ان انتوا طالعين الرحله. خلاص تمام، احنا كده كده كنا عاوزين نروح اصلا. طب يا حبيبي،
قوموا بقى حضروا شنطكم وانا هراجع عليها. يلا يلا. الله. هو انا مش هبقى زي الاطرش في الزفه؟ ممكن تفهميني في ايه؟ حبيبي ولا اطرش ولا حاجه. كل ما هنالك يعني ان العيال بيجي لها شويه هلاوس تقول لي انها بتشوف ميتين. وازاي تسكتي على حاجه زي كده؟ ما قلتليش ليه من بدري؟ اولا ما قلتلكش عشان مش عايزه اقلقك. ثانيا يعني انا شايفه ان ده شيء طبيعي. العيال لسه جدتها متوفيه وقبليها باباها، طبيعي نفسيتها هتتعب. انا مبسوط ان انت قلتيلي عشان اقدر اساعدها معاكي. هو انت ما سمعتش كل اللي انا قلته؟ ماما بتقول لي ان انت عايز تروح الرحله وانا مش عايزك تروح. بس انا عايزه اروح. وايه الجديد اللي انت هتعمله؟ ما هم نفس اصحابك اللي في المدرسه، وهي نفس الالعاب اللي انتوا بتلعبوها. وبعدين انا خايف عليك لتتبهدل في السفر. وبعدين انا خايف وقلقان عليك لحد يعرف اللي عندك، وساعتها ممكن يستغلك او يضايقك. فهمتني يا فارس يا حبيبي؟ الرحله دي مش هيجي لنا من وراها غير وجع الدماغ. هو احنا مش اتكلمنا واتفقنا في الموضوع ده يا استاذ حبيب؟ بتفتحوا تاني ليه؟ عشان انا قلقان عليه، وانا عمه وحقي ان انا اقلق عليه. بيدر ازيك؟ الحمد لله كله بخير. الحمد كله لله. يتجمع هنا جنبي، محدش يروح بعيد. اهلا وسهلا. مس لارا جديده معانا. شكله مش مس لارا بس الوحيده لارا الجديدة. لارا لا لارا الجديده الوحيده. دكتور خيري دكتور المدرسه. بيدر هو المسؤول عن الكامب ويعرف كل صغيره وكبيره فيه. يلا اتفضل. أنا افتكرتك دلوقتي، أنت اللي كنت واقف جنبي عند باب المدرسة أول ما جيت، وكان شكلك قلقان قوي. ولسه قلقان. سرحان في ايه؟ مفيش. مامي، هي الست اللي جت معاكي البيت امبارح انت هتشوفيها النهارده؟ سعاد؟ ايوه اشوفها. مالها؟ مش بتحبك. مش بتحبني كده مره واحده؟ ليه يعني؟ دي ست لطيفه، وبعدين دي ما بقالهاش اسبوع معايا في المكتب، هتلحق تحبني او تكرهني؟ ما تشغلش بالك انت، بطل تفكير، كل حاجه هتبقى زي الفل. أنت اسمك إيه؟ فارس. وقلقان من إيه بقى يا فارس؟ مفيش، مش هتفرق.
هم قالوا اوضنا فين؟ تقريبا انت اوضتك هناك. تمام. بتعملوا ايه؟ بتعملوا ايه؟ بنتفرج على الاوض. بتتفرجوا على الأوضة؟ مش عيب تفتحوا أوضة حد وهو مش موجود فيها من غير إذنه؟ ما فيش حد جوه. حتى يا حبيبي لو مفيش حد جوه، أنت تحب إن حد يدخل أوضتك وأنت مش موجود فيها؟ لا طبعا. طيب يبقى ما ينفعش نعمل كده وبالشكل ده، صح؟ صح. يلا اتفضلوا روحوا على أوضتكم. حاضر يا مس لارا. وما تعملوش كده تاني. حاضر. من ساعة ما مات الدكتور عاطف وما حدش جالي هنا. من كام سنة كده؟ والله ما اعرفش يا دكتور. 5 6 سنين مش فاهم. وما تعرفش ليه يا بيدر المدرسة وهي بتطلع رحلات ما بتطلعش دكاترة مع الرحلات دي؟ أقول لك يا دكتور، بسبب الكوابيس. الدكتور عاطف كانت الكوابيس عايشة معاه في حياته، مش هو نايم، كانت واكلاه. بس أنا دايما بفكر يا دكتور، هو إيه الفرق ما بين الحلم والكابوس؟ مش هما الاتنين واحد؟ واحد. بس يمكن الكوابيس بتيجي لناس مش كويسة، ممكن يكونوا عاملين حاجة غلط، محدش كشفهم، محدش حاسبهم، محدش عاقبهم، فبيجي لهم العقاب وهم نايمين على هيئة كوابيس، بس بيحسوا بالألم كأنهم صاحيين بالظبط. عشان كده كانوا بيقولوا ما تحطش المراية قصاد السرير. مين اللي بيقولوا؟ أجدادنا. ما تحطش المراية قصاد السرير، ما تحطهاش قصاد السرير، ما تحطش المراية قدام السرير. المراية ما بحبهاش. المراية قولوا لي، اللي بيبص في المراية يشوف حقيقته اللي مش عايز يشوفها. ارتاح.
رايكم في المكان ده يا حبايبي؟ كويس؟ اهلا يا مس رحاب. ايه ده؟ انت هنا؟ غندور ما بقدرش افرقه ابدا، ولا هو ولا زيتونه. زيتونه دول سلاله نادره. انا قلت اجي اطمن عليكي عشان انت اول مره تطلعي معانا. انا كويسه الحمد لله، والمكان حلو قوي وانا مبسوطه. اهم حاجه الاولاد تتبسط. اكيد طبعا يا مس رحاب، احنا هنا اصلا عشانهم. انا عاوزاكي تكوني جنبهم طول الوقت، مش عاوزاكي تبعدي عنهم ابدا، خصوصا ليان وزياد. احنا اول مره نطلع السن ده معانا. هم اتعلقوا بيكي قوي مع انهم ما قعدوش معاكي كتير. الحمد لله، انا كمان حبيتهم قوي. لما نرجع عاوزه بقى اعرف ارائك عن تطوير طرق التدريس. اكيد يا فندم، انا عندي اقتراحات كتير جدا ورسالتي كانت عن كل. انا قريت السي في بتاعك كويس قوي وعارفه كل حاجه عنك. اكيد مش كل حاجه. لا، كل حاجه. اي حد بيجي يقدم عندي في المدرسه بيبقى قدامي ملفين، الملف اللي هو مقدمه والملف التاني اللي انا بجيبه بطريقتي وبعرف عنه كل كبيره وصغيره. قبل اي حاجه انا عاوزه ارحب بيكم في الكامب السنه دي واقول لكم قد ايه انا فخوره بيكم ومبسوطه بيكم كلكم. طبعا عشان كلنا موجودين يا جماعه انا عايز اقول كلمتين. احنا جايين بظروف صعبه وبالذات عاصي. انا عايز اقول لك يا عاصي بس ان كلنا قلبنا معاك، وصدقني كل حاجه هتبقى زي الفل. ان شاء الله هنطمن على اختك قريب، والرحله دي ان شاء الله هتخفف علينا جميعا هنا وهتخلينا احسن بكتير ونتبسط مع بعض. طبعا انتوا كلكم عارفين مين معانا، عارفين زملائكم كلكم. معانا الاستاذ داني اللي خد جايزه القاء الشعر الاولى في المدرسه. برافو عليك. رفايده احسن درجات في المدرسه كلها. وانا كمان. وانت كمان. والصغير ده الصغير الجميل، انتوا الثلاثه جايبين احسن درجات في المدرسه. برافو عليكم جدا، برافو جدا. عندنا نور المؤلفه العظيمه، برافو عليكي، قريت كل اللي انت كاتباه. علا اقوى واعظم اختراع السنه دي. الصغير اللي هناك ده سلمى اسرع واحده في جمهوريه مصر كلها. برافو عليك، سقفه كبيره جدا. ايوه. وطبعا الكارثه ده فارس الجدع ده قرا كتب المدرسه كلها وطالب مننا على فكره نجيب كتب تانية. ماشي؟ انا عايز ارحب بيكم كلكم واقول لكم اني مبسوط جدا ان كلكم موجودين هنا. خلينا نتبسط، نقضي كام يوم حلوين قوي مع بعض. اتفقنا؟ ان شاء الله. ان شاء الله.
أكيد ده مش حقيقي. أنا بقالي سنين ما شفتش حاجة. بقول لك ايه، هي رغد مالها؟ يا عم سيبك منها، هي بحالات كده. دي مدرسة عادية زي أي مدرسة، أكيد مفيش فيها أي حاجة تقلق. في حاجة وحشة هتحصل. حاجة وحشة ايه؟ أنا مش فاهم حاجة من اللي أنت بتقوله ده. لازم تخافوا. أنا بس اللي متوترة بزيادة. أنا مش هشوف حاجة ومفيش حاجة بتحصل لي. اهدي. أكيد ده مش حقيقي. أنا بقالي سنين ما شفتش حاجة.
صباح الخير. صباح النور. صباح النور. بتدور على ايه؟ بدور على شبكه، مفيش ولا سيجنال. مفيش شبكه هنا. يعني ايه مفيش شبكه؟ افرض حد عايز يعمل مكالمه مهمه ولا حاله امرجنسي ما يعرفش يتصل بالتليفون ازاي كده؟ اللي عايز يتكلم تليفون او الحاجه اللي قلتي عليها يطلع معايا 3 كيلو. ايه اللي بتقوله ده؟ 3 كيلو؟ ايوه هناك في شبكه. اهلا اهلا يا استاذ ادهم. اهلا. صباح الخير. صباح النور. اهلا. انتوا ايه اللي مصحيكوا بدري قوي كده؟ نفس اللي مصحيك. اسمعوا يا جماعه، المنطقه دي بيعدي من فوق كده حمام بنسميه الحمام المهاجر، واللي بيكون منيه عيان بيسقط ويقع. يعني لو انتوا قاعدين كده وقعت حمامه فوق راسكم ما تتخضوش. يعني تضحك على ايه؟ واخد بالك؟ فوق راسنا فوق راسنا على الصبح. ايه اللي انت بتقوله ده؟ مش عندكم حاجه بيسموها الموت الرحيم للبني ادمين؟ احنا عندنا الموت الرحيم للطيور اللي بيسقط بنذبحه وبناكله احسن ما يتعذب. هو ايه اللي هو بيقوله ده؟ خرف. بقول لك ايه صحيح يا دكتور، انا عايز اسالك على حاجه محيراني بقالها سنه من ساعه ما عرفتك وجيت انت على المدرسه. خير؟ الا يعني ما حدش شاف لك موبايل يعني في الفتره دي كلها، هو في ايه؟ ما بحبش وجع الدماغ بس. ايوه يعني بس مش للدرجات دي يعني. ما التكنولوجيا برضو حلوه، هي معموله عشان تريحنا، تريح لنا حياتنا كده. يا سيدي التكنولوجيا وجع دماغ وبرضه ما بحبهاش. صباح الخير. صباح الخير يا روحي. صباح النور. دكتور خيري، ممكن تديني دواء؟ انا عندي صداع من امبارح عشان ما نمتش. وليه ما نمتيش من امبارح؟ مش هينفع اقول لك عشان مش هتصدق. وانا مش هينفع ادي كده ولا لما اعرف انت ما نمتيش ليه؟ قلة النوم بتعمل كده. ما انا قلت له يديني دواء وهو مش راضي غير لما يعرف ليه ما نمتش. دورت عليك في كل حتة، بتعمل ايه هنا؟ انت متأكد ان احنا مش هنتمسك؟ يا ابني ما احنا عدينا اول مرة وما اتمسكناش. محدش هياخد باله اصلا عشان محدش بيدخل الاوضه دي ابدا. انا معايا الورقة اللي فيها كل الكلام. رجعتها واتاكدت انها مكتوبه صح؟ ما هي اصلا صح من الاول، لولا ان اختك خافت وبوظت علينا الدنيا. انا هاجي معاك. تيجي معانا؟ تيجي معانا فين؟ احنا اصلا مش رايحين في حتة. لا رايحين، المفتاح معاك اهو. ما ينفعش بنات تيجي معانا. احنا اصلا ما فيش في شلتنا بنات. جربناكي قبل كده واترعبتي وكنت هتودينا في 60 ده. دورت عليك في كل حتة، بتعمل ايه هنا؟ استنيني في الكافيتيريا وانا شويه وهجيلك. لا مش هسيبك، نروح سوا. بقول لك استنيني في الكافيتيريا وانا شويه وهجيلك. عصي، انت عارف ان ما ينفعش يجي معانا بنات، وانت عارف الكلام ده كويس وبالذات في اللعبه دي. يا عم هي لا اسالنا في كل حاجه. هتيجي بس تقعدي ساكته زيك زي رغد وما اسمعلكيش صوت، تتفرجي وبس. يلا بينا. يلا بينا. بقول لكم ايه، اللعبه دي عاوزه قلب جامد. ها يلا يا سهيل، ولع بقيه الشمع. يلا بسرعه. امسكي امسكي. انجز. يلا يلا مفيش وقت. انجزوا عشان مفيش وقت، احنا معانا 10 دقايق بس. يلا 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 امشي امشي. خلي بالك. من هنا. مش شايفة حاجة. يلا يلا. خلي بالك. بسرعة بسرعة بسرعة. حمزه طلع موبايل. لا لا ماما. انت بتعمل ايه؟ ما تجيبناش معاك في الفيديو. تلاقيش.
انجز. حاضر حاضر. يلا بينا. Charlie, Charlie, are you here? Charlie, Charlie, are you here? Charlie, Charlie, can we play? Charlie, Charlie, can we play? Charlie, Charlie, are you here? Charlie, Charlie, are you here? Charlie, Charlie, can we play? Charlie, Charlie, can we play? ايه يا جماعه العبط ده؟ ايه اللعبه الهبله دي؟ قلت معاكم حاجه جامده وعدله يعني. لا فيك اصلا. احنا مش اتفقنا تسكتي؟ انت جبت الكلام ده منين بقى؟ من واحد صاحبي اعرفه على فيسبوك. انت بتستعبط؟ فيسبوك ايه اللي تجيب منه الكلام؟ وحد يجيب كلام من فيسبوك؟ ده كله هبل. تعالي إزاي؟ انا قلت لكم يا جماعه ما نلعبش اللعبه دي. اهدوا اهدوا بس مفيش حاجة. تعالي يا جماعة اهدوا مفيش حاجة حصلت. اجري. هجوم يا ولاد هجوم. اتفضلوا تعالوا. ايه يا مجدي يا مجدي، هتنزل عيال البسين هم لسه ما فطروش؟ يا دكتور طاقه ولازم نخرجها يا اما احنا هنخرج. يا جدعان بجد. خلاص نعمل كده يلا. روح اوعى.